السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ ماشي في هذا الفيديو ماشي غير الغزالات، غير البنات الدراري حتى هما. مرحبا بكم والف مرحبا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. لاول مره غيشاهد هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات وتعليق، وكذلك تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الفيديوهات. غبرت عليكم بهاد الفيديوهات هذا نطل هكا ونشارك معكم فيديوهات تجارب ديالي بطبيعه الحال. فاليوم ان شاء الله قلت ضروري خاصني هكا نحط هذا الفيديو ونشارك معكم التجارب اللي دازت عليا، اللي هي فريمون كانت قاسيه بزاف، كان فيها حوايج زوينه، كانت فيها كذلك حوايج خايبه. فغادي ان شاء الله غادي نبدا لكم بالفيديو. ف كيف قلت لكم ما تنسونيش باللايكات واشتركوا في القناه، حيت كنشوف بزاف الناس كيتفرجوا في الفيديوهات ولكن ما كتشتركوش في القناه. فضروري شويه ديال التشجيع وندوزو الفيديو ديالنا. معايا في الفيديو الموضوع ديالنا هو التجاره الالكترونيه، المبتدئين في التجاره الالكترونيه. كاينين بزاف الناس دابا ما شاء الله، اغلبيه كلشي ولا خدام من الدار، ما كاينش شي حد اللي ما بقاش خدام من الدار. ف ولاو الناس اغلبيه كلشي خدام من الدار. لكم دابا ولا كلشي خدام من الدار، كتجيهم تقنيه اللي سهله، خصوصا العيالات اللي هما مزوجات. فحاجه صراحه زوينه بزاف، ولكن التجاره الالكترونيه فيها خساره وفيها كذلك ربح. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم، نتقاسم معكم. كان جاني واحد الميساج قالت لي واحد الاخت شنو هو قالت لي راس المال الكافي اللي غنبدا به التجاره في ميدان او في الدومين ديال الملابس، سيرتو ديال النساء. فغادي نجاوب على هذا السؤال، وكذلك غادي ندوي على بعض الامور اللي خاصكم تعرفوها قبل ما تبداو بطبيعه الحال التجاره الالكترونيه ديالكم. فهاد الشيء غادي يفيدكم بزاف وغتاخذوه بعين الاعتبار. فبالنسبه لراس المال ديال اللي بغيتي ديري مشروع في الدار ديال الملابس، ف على حساب اشنو بغيتي تبيعي، واش كساوي، واش مثلا حويجات ديال العيالات يعني كاملين، بيجامات، كسيوات، لي زونسومبل، اولا بغيتي تبيعي حوايج الدراري الصغار، اولا بغيتي تبيعي الحويجات ديال الدراري. على حساب انت شنو بغيتي ديري، كل حاجه وتمام. بحال مثلا حوايج الدراري الصغار بالنسبه للجمله تيكونوا شويه ناقصين، بارابور ديال العيالات تيكونوا شويه زايدين، سيرتو الا كانت لاكاليتي مزيانه. بالنسبه لي انا فغادي نقول لك اش غادي نقول لك، خاص يكون عندك راس مال نيت مثلا فوق 5000 درهم. علاش؟ حيت منين غادي تبداي ان شاء الله مثلا تبداي تخدمي، يبداو يجيوك لو كوموند. المهم هي اول حاجه بعدا كنصحكم يعني كبدايه تخدموا مثلا في ماركت بليس، يعني ديال الفيسبوك تخدموا فيها. غير هي ماركت بليس الديفو اللي فيها هو انهم طايحين السوق، يعني الثمن المنتوج كيطيحوا لك الكليان. باش تكونوا هاد القضيه عارفينها، كيطيحوا بثمن المنتوج بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف. علاش؟ لحقاش كيجي واحد مثلا نتيا اللي خرجتي باول شكل واحد الكسيوه، مثلا هذه اللي لابسه انا، مثلا الكسوه هذه اللي لابسه انايا، مثلا لاكاليتي ديالها راه مزيانه، عند الخيط ديالها خطير، الخيط النوعيه الممتازه. غينوض مثلا واحد المعمل غادي يصايب بحال هذه، مثلا هذا الموديل تركي، وانا صايبته بطريقه زوينه بثوب واعر باحسن ما يكون. غادي ينوض واحد المعمل اخر غادي يصايب بحال هذا الشكل، الفوتوكوبي ديالو بثوب اللي شويه ناقص عليه، ثوب عيان. ف غادي تنوضي نتيا، غادي تلوحي. مثلا انا بديت، انا لحت هذا الموديل ديجا لحتو في ماركت دايره ليه مثلا 250 درهم. غادي تجي وحده من ورايا غتحط نفس الموديل ديالي، ولكن لا كاليتي راه مختلفه بزاف، كتبيعها ب 150 درهم. دونك الكليون في ماركت بليس شنو تيدير؟ راه قبل ما تيشري راه حتى كيساوم، كيدوز عند هادي وعند هادي وعند هادي وعند هادي، حتى كيشوف كل واحد بشحال كيبيع هذاك الموديل. كيجي عندك انت كتقولي ليه 250، كيطلع لك فيو كيمشي. شنو كيدير؟ كيمشي كيقلب عاوتاني عند واحد اخر غيشحال سميتو شنو الثمن اللي غيقول ليه على هاد الكسوه. غيمشي عند واحد اخر غيقول ليه 300 درهم، غيمشي عند واحد اخر غيقول ليه 150، غيمشي عند واحد اخر غيقول ليه 140. كل واحد شنو غيقول ليه. دونك هو شنو غيدير؟ غادي يمشي غادي يشري من الشخص اللي قال ليه اقل ثمن اللي هي مثلا 140 درهم. منين غادي ياخذها وغتوصلوا؟ غادي يلقى انه كاين فرق كبير. غادي يلقى من بعد ملي غيلبسها وكذا غادي يلقى الثوب كيطلع، الثوب بدا كيحبب وبزاف الامور. دونك ماركت بليس، المنصه ديال ماركت بليس فهي كتقمع المنتوج. فبالنسبه لي انا خدمت فيها، فتقمع لي المنتوج باقصى طريقه.
بطريقه كبيره. فاحسن حاجه اللي غنصحك بها اختي المبتدئ او الاخ المبتدئ هو دير باج على الفيسبوك، طلعها، دير لها ليزات، طلع لي زابوني ديال هذه الصفحه، او لا دير اعلان على شي فيديو معين. من الاحسن هكا دير اعلان الادس مثلا، طلق على حسب واش يجيوك في لي ميساج، او لا طلق اعلان الصفحه، يعني كبروا متابعين في نفس الوقت بداو يقلبوا لي فيديو ديالك ويتقداو من كل فيديو. او لا دير موقع الكتروني، احسن حاجه موقع الكتروني ما كيصبعك حتى حد في لي ميساج، كتحط لي برودوي اللي عندك وكتسنى لي كوموند يجيوك، يعني كتنعس كتفيق الكوموند وكتبدا كتكونفيرمي مثلا مع كل كليون. غير هو الديفو اللي كاين في المواقع الالكترونيه هو خاص يكون عندك لي ستوك، مثلا هذاك الكسوه خاص يكون عندي منها 10 ويكون فيها جميع لي طاي، يعني اي كليون جا مثلا بغى هذه في هذا اللون طاي اكس ال خاصك تحضريها ليه، ما كاينش ديك اللعبه ديال ما بقاش ولا بارابور الميساجات. منين مثلا هذا اللون في الال ما تيبقاش كتقولي لها اختي راه ما بقاش في هذا الزرق، مثلا بقى في الكحل، بقى في النوار اكسيتيرا. فهمتوني؟ يعني انا كنصيحه الناس اللي يبغاو مثلا يخدموا في مواقع الكتروني خاصهم يشريو ستوك، مثلا 10 من كل حاجه، او لا 20 من كل حاجه، ويخدموا بواحد الطريقه اللي مهنيه، ويكونوا اكيد غتدخلوا ارباح من المواقع الالكترونيه. فانا اللي كندوي معكم راه ما درتش موقع الكتروني، لحقاش البنات ما كنتش كنخدم على ستوك، كنت كنخدم سير كوموند. اغلبيه دابا الناس كلهم كيخدموا سير كوموند، كتجيهم مزيانه، يعني الانسان حتى كيطلب لا كوموند عاد كيمشي يجيبها من عند الجمال، حيت كاينه الجمله الثانيه وكاينه الجمله الثالثه وكاينه الجمله الاولى. ف بالنسبه لي انا مزيانه بزاف، يعني خدمت فيها واحد شويه هكا في ماركت، ولكن بزاف فين خدمت فيها هي كندير واحد لو جروب جمع فيه الناس بطبيعه الحال، وكان كل واحد كيدير اشهار على واحد الكسيوه مثلا حاطاها ولا شي سريويل، فكياخذ على كل مبيع كياخذ واحد المقدار معين من المال وكيتخلص بطبيعه الحال، وحنا اللي كنتكلفوا بالتوصيل. هذه هي اللي كنت انا خدمت فيها هكا مزيان، وشويه ماركت بليس وهكا من لي باج بحال هكا انستغرام فيسبوك مره. اما المواقع الالكترونيه ما خدمتش فيهم حيت ما كانش عندي ستوك، وكان عندي شويه دي بروبليم هكا في واحد الدومين ما كانش بغيت يتقبل، وقلت من الاحسن بلاش حيت نقدر نحصل، يقدر هادشي غيبغي ليا كونتيتي وداكشي. وكيف قلت لكم كليون منين غادي يجي غادي كوموندي واحد اللعيبه من عندك من الموقع، خاصكي ضروري تحضريها ليه، مكاينش ديك اللعبه ديال ما كاينش ولا هذا. المهم هادشي انا اللي عاودوا لي الناس اللي بطبيعه الحال خدامين في ديال الموقع، هادشي اللي عاودوا لي وهادشي اللي انا اصلا شفت هكا في اليوتيوب كيدويو. دونك انا نصيحتي خدمي ديري موقع الكتروني، غتدخل اليوتيوب غادي تلقاي بزاف الفيديوهات كيفاش تصايبي موقع الكتروني وتخدمي على راسك. تاخدي مثلا واحد الكميه مثلا 10، مثلا بداي غير بهاد مثلا بشي كسوه، خدي منها واحد 10 ولا 15 من عند الجماله، وتكون عندك في الدار وقادي بطبيعه الحال داكشي زوين في الموقع ديالك، وتوكلي على الله. وكتبي ديما كتبي في ستوك باللي فيها 15 لوحده، باش هكا ما يجيوكش اكثر من 15، وحيت انت عندك غير 15، يعني لا درتي مثلا ما عينتيش لا كونتيتي شحال عندك، فتقدروا تجيك 30 يقدروا يجيوك 40، وغادي تحصلي غتولي شي حاجه ماشي ديال الليل. فهاد الامور خاصكم تاخذوها بعين الاعتبار. حتى اللي بغى، انا بالنسبه لي انا شنو الحاجه اللي كتعجبني هي ديري باج فيسبوك والانستغرام وطلعي الصفحه، ديري ادز غيوليو عندك الناس. وصراحه هذه الفكره القضيه كتعجبني، ملي كيوليو عندك الناس فكوني اكيد انه فيما كتلوحي شي موديل كيتفاعلوا معك وكيبداو يتقداو، احسن ما انك كتبداي ديري اعلان في كل فيديو. المهم هذه القضيه هذه هي اللي ان شاء الله غادي ندير. انا ما كنتش دايرها في الاول، كيف قلت لكم بزاف كنت كنخدم غير في ماركت، وكان عندي واحد الجروب كنت كنخدم فيه. مي هي سي فغي احسن حاجه، حيت انا شفت واحد الصديقه ديالي وشي وحدين كنعرفهم كيخدموا كيديروا اعلان على الصفحه نجح لهم اكثر. فهادشي اللي كاين الاخوان ديالي. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، هي اهم حاجه في التجاره الالكترونيه هي شركات التوصيل. يعني لما كنتي غتخدم مع شركه توصيل اللي غتوصل لك بسرعه وامنه وتاخذ فلوسك بطريقه اللي هي امنه، فبلا ما تدخلي. راه من اهم اساسيات نجاح التجاره الالكترونيه هي التوصيل، خاص التوصيل يكون سريع. يعني واحد الكليون راه ما يمكنش غيتسنى 3 ايام ولا 4 ايام ولا اكثر، خاصو ماكسيموم 24 ساعه حتى 48 ساعه. فانا بالنسبه لي كنصحكم احسن شركه تعاملت معها
وامنه وكيضمنوا لك فلوسك هي الاوزون اكسبريس. بطبيعه الحال متواجده في جميع المدن، ولات دابا كتوصل في جميع المدن، حتى في شي بلاصه بعيده مثلا بحال القريات وداكشي راه ولات كتوصل ليه. والثمن ديالها كدير اثمنه زوينه معروفه، اي جميع شركات التوصيل كيديروا هاد الاثمنه. خارج كازا 35، وكاين بعض البلايص اللي حتى 40 45، وفي كازا 20 درهم. هذه اللي كنصحكم بها. كاينين دي شركه ديال التوصيل كيديروا هكا اعلانات في الفيسبوك، تيكونوا نصابين. واحد الصديقه ديالي تعرضات للنصب من شركه التوصيل، حتى ان شاء الله الفيديو المقبل وغادي نعاود لكم على هذه القضيه هذه. يعني خطروا البال بزاف من شركات التوصيل، ماشي غير جاو دخل، خاصك تكوني عارفه المقر، تمشي تسولي عاد تسجلي، ماشي تسجلي غير في الانترنت مثلا وغادي يقولوا لك احنا غنجيو هذا، لا، خاصك تعرفي الموقع يعني فين كاين، تشوفي المحل بعينيك، عاد تعاملي مع شركات التوصيل. كاين بزاف شركات التوصيل. هو انا كان صراحه كنتعامل مع اوزون اكسبريس، احسن شركه توصيل لحد الساعه. من عمرني ما شفت، اسمحوا لي، ما عمرني ما شفت زعما شي مشكل ولا تلاقيت مع شي بروبليم معاهم. كلهم الكوميرسيال ريسبونسابل تبارك الله قايمين بالخدمه ديالهم. كان اي بروبليم غتواصلي معاهم كيحلوا لك سوغ بلاص. صراحه كنعطيهم تحيه من عندي، ماشي اشهار ولا، ولكن راه كان اصلا كيف قلت لكم كنخدم معاهم فريمون زوينين بزاف ما شاء الله عليهم، عارفين ما يقولوا. هادشي اللي كاين الاخوان ديالي. يعني اللي بغيتي تبداي في الميدان ديال الباس خاصك على الاقل 5000 درهم الفوق. علاش؟ حيت كيكون الروتور، يعني خاصك تعول على الروتور، يعني ترجع السلعه. مثلا تجيوك 10 في النهار، ديري في بالك انه يقدروا يرجعوا 3، يقدروا يرجعوا 4، يقدروا ما يرجعوش يتقبلوا كاملين، يقدروا ما يتقبلوش كاملين. خاصك ديري احتمالات انه كاين الروتور. ملي كتمشي شركه التوصيل كتلقاي واحد البلاصه، واحد البيت كبير غير ديال الروتور. تبارك الله راه بزاف، فريمون بزاف. يعني هادشي خاصكم تكونوا عارفينه انه راه كاين الروتور في التجاره الالكترونيه. داكشي علاش خاص يكون عندك مبلغ، حتى مثلا ملي كتضيعي في واحد الحاجه تيكون واحد المبلغ زيد اخر باش تبقاي تخدمي ثاني تقداي ثاني سلعه جديده. هادشي اللي كاين الاخوان. الا نسيت شي حاجه كتبغيو تعرفوا شي حاجه اخرى خليوه في الكومونتير، وتسناو الفيديو المقبل غندوي لكم على شركه توصيل كيفاش حتى نصبوا على الصديقه ديالي بواحد الطريقه اللي خطيره بزاف، ما غاديش طيح لكم على البال. هادشي الا درتو ابوني في القناه وفعلتوا الجرس، وغادي نخليكم دابا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.